انت مسوي دوري صارف عليه مليارات، تبغى يكون دوري قوي صح؟ صحيح. ما تخلي التفاوت بين الانديه، لا يمكن يمشي الدوري بين الهلال والنصر، اول حاجه انت بالطريقه هذه حتركز الجمهور في مدينه اساسا المدينه مش مسجل في تاريخها ان دائما ملاعبها ممتلئه. والمدينه الثانيه اللي ممتلئه ملاعبها بالمدرجات، الفريقين اللي فيها يتعرضون لانفلونزا حاده، فكان يبغى لهم كورس علاج سريع حتى انك تقدر تخلي المشهد في 5 6 7 يتنافسون. هذه المصلحه العامه، انا ما قاعد اخش في بتاعك بتفاصيل. والماده 27 وخصخصه الانديه من دوري تبغى يكون توب 5 في العالم، كان لازم تديره بطريقه اكثر لا استراتيجيه. النتيجه النهائيه المدرجات لم تمتلئ بقيمه ما انفقته. انت لو قعدت من غير تعاقدات نفس الارقام. اذا لقوا فريقين او 3 من الفرق المؤثره جماهيريا بدات تنخفض، ترى يعطونها قروض مقدمه، يسوون لها بعض عشان المنافسه تصير ايش؟ متقاربه شوي. انا قضيتي مو قضيتي ان الهلال اخذ اكثر والنصر اخذ اكثر، انا قضيتي ما يمكن تتفرج على الاتحاد والاهلي وانت تبغى تسوي دوري قوي.